يما مويلي الهوى، يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم النازل فيا. يما مويلي الهوى. أهلا 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 أهلين، رجعتوا تسمعوا كمان قصة. يلا بنحكي لكم كمان قصة. اليوم راح احكي لكم قصة انه كيف ممكن واحد يكون صغير صغير ويكون له قيمة. مش بس الكبار إلهم قيمة، كمان الصغار إلهم قيمة. الصغار اللي عم يسمعونا والكبار اللي عم يسمعونا يتعلموا اشي من هذا. كان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي، يلا نحكي. يوم من الأيامات كان ملك الغابة الأسد. طبعا انتم عارفين انه ملك الغابة ملك الحيوانات كلها هو الأسد. كان نايم بالغابة، نايم مجخم هيك وعم بشخور، بخبش بخبش بخبش، مالي ايديه هيك ونايم بخبش بخبش بخبش. وهو نايم هيك بخبش بخبش بخبش، ولا في فار كان هربان من اشي، مش عارف من ايش هربان، بركض 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 بركض، ولا دقن بايد الاسد. قام الاسد فاق هيك مسكه للفار. ولا انت بتفيقني؟ انا ملك الغابة، ملك كل الحيوانات المفترسة، اكبر حيوان في الغابة. انت يا فار يا صغير بتفيقني انا؟ قال له يا سيد الملك ده انا مش قصدي، انا كنت انا ما شفتش اجرك، مش قصدي، وحياة الله وحياة الله وحياة الله ما شفتك. قال له هسه لازم اعاقبك. قال له ما تعاقبنيش، انا يعني شايفني انت صغير بس انا ممكن افيدك. قال له ايه؟ انت يا فار يا صغير تفيدني انا الكبير؟ قال له شو بعرفك، يمكن افيدك. انت يعني اذا مره بدك مساعده مني بساعدك. قال له انت تساعدني؟ نادى الحيوانات، يا حيوانات تعالوا، اجى النمر، اجى الثعلب، اجى الواوي، اجى كل الحيوانات، اجى كل الغزلان والهاي والزلف، تعالوا تعالوا اسمعوا، انا هذا الفار الصغير بدي يساعدني انا. صاروا كلهم يضحكوا، ها ها ها، كل هذا يضحك، ها ها ها، الزرافه تضحك، كله يضحك، والفار مسكين واقف هيك. قال طيب رح يجي يوم الا ما اساعدك. قال له بتعرف شو يا فار يا صغير انت، يلا انا بدي اعطيك فرصه، معك من اسا لشهر. بخلال الشهر اذا انا الاسد ساعدتني، انا مستعد اعفي عنك ومعطيك جائزه كمان. قال له طيب، وتركه وراح. ورجع الاسد مد اجريه هيك ورجع نام وجخم وصار يجخر. راح يوم واجا يوم وكمان يوم وكمان يوم. اجوا على الغابة صيادين. لسه في طرق كتير للصيد، في بالقوس والنشاب، في بالرمح، في بالفخ اللي بحطوه بحفروا حفر، وفي كمان طريقة لصيد الحيوانات الكبيرة، انه بفرشوا على الغابة شبكة كبيرة هيك، وبربطوها من كتير نواحي وبغطوها هيك بأشياء عشان ما حدا يشوفها. وبس يجي الحيوان المفترس بدعس على الشبكة وي بتسكر عليه. وبعدين بيجوا الصيادين وباخدوا الحيوان اللي صادوه. اجوا الصيادين هدول على الغابة هاي وين ساكن الأسد وين ساكن الفار وكل الحيوانات والغزال والزرافة والسلحفاء وكل حطوا الشبكة هيك، فردوها وغطوها هيك بحشيش واشياء هيك، عشب اخضر هيك واشياء هيك عشان ما حدا يشوفها. وراحوا. قال الا ما يجي حيوان ويعلق في الشبك. مين جاي؟ الاسد ملك الغابة. يا 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 الاسد، وقرب يقرب يقرب. وين دعس؟ دعس على الشبكة. ولا الشبكة هوب سكرت عليه.
صار الاسد يعمل هيك يمزق الشبكه مش قادر وصار يزقر. بتعرف صوت الاسد اسمه زئير، فهو لما بتصيح اسمه هيك بيعمل بزقر. خافوا قالوا ايه احنا كمان بنعلق. صار كل واحد الحيوان يعلق، يشوف الثعلب شافه وهرب، الزرافه شافه وهربت، السلحفاه كله هرب. مين سمعوا من بعيد؟ الفار الصغير اللي حكينا لكم عنه باول القصه. من بعيد سمع الاسد عم بزقر صوته عالي على النجده. صار الفار يركض. شافوا الحيوانات قالوا وين راكد؟ قال ايه الاسد عم بطلب مساعدة وانا راح اساعده. انت يا فار يا صغير بدك تساعد الاسد الكبير؟ خلاص انا وعدته ولازم اساعده. ركض لحد ما وصل عند الاسد. لقى الاسد ولا بقلب الشبكه مش عارف يطلع. قال له يا ملك الغابه انا اجيت لعندك، هي جاي اساعدك. قال له بدك تساعدني؟ انت الصغير فات خلصني من هاي الشبكه الكبيره؟ قال له انت شايفني صغير بس انا عندي اشياء بعملها اللي ما حدا بقدر يعملها الا غير انا الصغير. قال له عن جد؟ قال له قال له طلع اسناني هون، هدول السنان الكبار انا بقرط فيهن الحجاره والخشب والاشياء اليابسه. قال له طيب ايش بدك تعمل؟ قال له شايف هاي الشبكه؟ اسا انا بصير اقرط لك اياها واحد ورا الثاني وافكك وتطلع من الشبكه. قال له عن جد؟ يلا شوف، يلا بسرعه. مسك الشبكه اول واحده فكت، قرا كمان واحد فتك كل ساعه صار يعمل مزع الشبكه كلها. صار في فتحه كبيره. الاسد حط ايد هيك طلع من الشبكه. والله برافو عليك يا فار، مزبوط انت صغير هالقد صغير بس عندك فعل كبير وانا راح اعطيك جائزه. قال له يا سيدي الملك يعني انت عفيت عني لما انا عملت معك، انا بديش جائزه. قال له لا لازم يعرفوا كل الغابه وكل الحيوانات انك انت ساعدتني وانقذتني، لانك صغير انا راح اخليك تصير نائب الملك. قال له انا الفار الصغير نائب الملك الاسد الكبير؟ قال له اطلع. قعدوا هون على راسه ومشي الاسد بالغابه والحيوانات كلهم طلعوا واو الفار هاي، زقفوا له حيوه هذا النائب تبعي. ايه هذا الصغير الفار النائب تبعه؟ قال لهم هذا النائب تبعي لانكم كلكم كبار ما عرفتوش تساعدوني، بس هو الصغير عرف يساعدني. وزي ما قلت لكم ما تستقلوش ولا تستهونوا ولا تتمسخروا على الصغار، لانه الصغار ممكن يكونوا احسن من الكبار. ويما مويل الهوى يما موالية، يما مويل الهوى يما مويلية، طعني الخناجر ولا حكم النادل فيا. شكرا لكم انكم سمعتوا القصة، وراح نلتقي بقصة تاني احلى من هاي القصة. اكبسوا على السبسكرايب، القصص كلها رح تيجي لعندكم. اذا في عندكم قصة عن صغير عن كبير عن اشي ابعتوا لي على البريد الالكترونيات مسجل هون قدامكم، شايفينه؟ هذا هو، ابعتوا لي مرة. على فكرة نسيت اقول لكم، اذا حابين اجي لعندكم احكي لكم قصص كمان ابعتوا لي على البريد الالكتروني او تليفون او اي شيء مش عارف، ابعتوا مع الحمام الزاجل. ماشي، الله ماشي، الله، يلا الى اللقاء.